تسجل الجزائر سنويا أزيد من 8000 عملية بتر لأرجل المصابين بداء السكري. 80% منها سببها تهاون الأطباء أو التأخر في المعاينة الطبية من قبل المريض، رغم أنه يمكن تفادي القيام بها بنسبة 90%. قدرش طبيب يولي من اليوم لغدوه سبيسياليست على البي ديابيتيك، لازم له انفورماسيون. فيها اطباء ثاني ما يتبعوش المرضى، كي يروح المريض يعاودوا له برك لوردونونس، ما يقلبولوش رجليه. نورمالمون كي يكون هكذا مشكل يعاودوا الى شك في حاجه، لازم يعاود يبعث المريض للطبيب تاعو حيث كان. غياب وحدات خاصة لعلاج قدم السكري ودفع المريض تكاليف باهظة للعلاج مع عدم تعويض صندوق الضمان الاجتماعي، أعباء زادت من معاناة المرضى. لما نديروا لا ريتينوباتي ديابيتيك تقام 7-8 ملايين مع لاكناس ما تلعبش الدور، مع لاكارت دو شيفا ترمبورسي. واش لازم حنا نطلبوا لا بريزون شارج الكونترول تاع الديابيتيك احسن نقبضوه كي صحيح ونداووه خير من اللي نلحقوا الشيء اللي غالي. ضرورة المتابعة الطبية للمرضى مع تكوين الأطباء والطاقم الشبه طبي في آخر تقنيات علاج قدم السكري يساهم بشكل كبير في إنقاذ حياة المصابين.